اهم قرار في حياتك هو تحديدك لهدفك، او انت عايز ايه، عايز تعمل ايه في حياتك. فبناء عليه هتحدد كل شيء، وبعد ما تاخد القرار ده او تبقى عارف بالظبط انت هتعمل ايه، الدنيا بتبقى اسهل. يعني بتبقى عارف انت بتعمل شيء معين ليه. وبيبقى سبب من اسباب القلق اصلا في حياة كتير من الناس انها بتبقى حاسه ان حياتها عشوائيه، وبتعمل اشياء معينه مش عارفه هي بتعملها ليه. يعني انت بتشتغل الشغل ده ليه؟ عشان توصل لايه؟ او بتذاكر الحاجه دي ليه؟ وفي بعض الاحيان بتبقى في ناس منتجه وطموحه وبتبقى عايزه تشتغل، ولكن بتشتغل بلا هدف، فده بيزود من قلقها. بتيجي تراجع نفسها، طب انا بشتغل علشان اوصل لايه في الاخر؟ فتحديد الهدف عموما بيريح بالك، يعني بتبقى عارف انت بتشتغل لسبب ايه. كنت بقرأ في الموضوع ده كتير، وكنت في حالة حيرة نظرا لتعدد شغفي وكده وفي حاجة كتيرة في دماغي عايز اعملها. فحاليا الموضوع دلوقتي بقى سهل. في حاجة كتيرة اتفرجت عليها قربت الصورة ليا انا شخصيا من كذا سنة. وفي حاليا الذكاء الاصطناعي ممكن يعني ترتجل معاه بشكل كبير جدا، وهيوضح لك الصورة بشكل كبير جدا جدا جدا. في برومبت كده او امر دانكو كان كتبه في احد النيوزليترز بتاعته، او اللي هي الايميلات اللي بيبعتها للمشتركين في النيوزليتر. وبرومبت بصراحة عظيم. هسيب البرومبت ده في اول كومنت، هتحطه بس على تشات جي بي تي، وهيسألك شوية أسئلة، هيطلب منك إن أنت تجاوب على شوية أسئلة، وهيوضح ليك الصورة بشكل كبير. وأنا شخصيا بستخدم تشات جي بي تي، أو تحديدا كمان يعني معاه كلود، إن أنا أعمل أناليسز أو تحليل للأونلاين بيزنس بتاعي. أنا ما كنتش عارف بالظبط نوع البيزنس الأونلاين اللي أنا كنت عايز أعمله. أنا كنت عايز أعمل حاجة أونلاين، بس أنا مش عارف أعمل إيه. أنا مهتم بحاجات كتيرة جدا، ومش عارف أدمج الحاجات دي كلها ببعضها. فتقريبا استخدمت كلود في ان انا اقعد اقرب الصوره كل شويه لحد ما وصلت للحاجه اللي انا عايز اكمل عليها في البيزنس، وهي اكسبرت تو بيزنس. وفي البيزنس ده بنساعد اي حد عنده خبره تقنيه معينه ان هو يعمل فلوس اونلاين، وان هو يكسب اونلاين، وفي نفس الوقت يفيد الناس التانية. فلو في اي حد مهتم هتلاقي اللينك في الديسكربشن. فحاول تستخدم تشات جي بي تي او كلود في الموضوع ده. حاول ترتجل بشكل كبير مع الاي اي. يعني انا بقعد مثلا ممكن نص ساعه كل يوم الصبح بقعد ارتجل معاه في الخطط اليوميه، وكذلك الخطط المستقبليه. بيقرب الصوره كتير، ووضح لك حاجات كتيره بني ادمين عندهم سنوات عديده من الخبره ما قدروش ان هم يفيدوك بيها.